السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا غادي نحكيو واحد القصة ديال حليمة بنت الدوار. حليمة بنت الدوار اللي عاشت هي ووالدها في العروبية، عايشة بخير وعلى خير، ما عندهاش وما خصهاش. عاشت في دار باها بحال جميع البنات. من بعد لحقت على الزواج، تخطف فيها واحد الولد، واحد السيد خطف فيها وتزوج بها. هاد السيد هذا كان على قد الحال، كان ما فحالوش، ما عندوش يعني بحال غادي مع الوقت. خدام في واحد الكروسه كيسوقها، كيجيب بها النهار ديالو، هو وميمتو، غير هو ومو في الدار. دار ليها العرس وروحها لعندهم سكنات مع مو في الدار. بقى مقاتل هو مع الزمان وكيجيب ليها ما تاكل هي وميمتو، كيجيب النهار ديالو كيجيبو. كان سميتو ابراهيم. هذاك ابراهيم كان واحد السيد لي دمار، تيس عليه التماره ما يتفاكش، المهم تيجيب نهارو كيف ما كان الحال. بقى مع حليمة عام على عام، عام على عام، حتى ولدو 3 د الوليدات. ملي ولدو 3 د الوليدات بقاو مقاتلين على الزمان. المهم هي ما كتخرجش تخدم، كتخدم غير في دارها ومقابله وليداتها وكتسقي الماء ديالها، حيت كانوا ساكنين في العروبيه. واحد النهار مشات للعوينه باش تسقي، وهي تلاقى مع واحد السيده سميتها خديجه. هاد السيده كتمشي كتخدم في الفريزه، تخدم في الفريزه في اسبانيا، وهي تبقى تتعاود هي وياها. قلت لها كيفاش دايره الامور كيفاش. قلت لها راه الخدمه تما مزيانه، ويعني راه بغيتي تخدمي راه داكشي مزيان وموقر، راني كنمشي نخدم وكنجيب الحصيصه معايا وكنجيب داكشي اللي غير باش رزقني الله، وكنجي كنرجع عند وليداتي. هذيك المراه خديجه كان ميت لها الراجل، كانت تخلي وليداتها وكتمشي كتخدم، وملي كملوا ديك التيمبورادا ديال الخدمه كترجع عند وليداتها. جات حليمه للدار وهي تعاود الراجل ديالها. قالت لي راني تلاقيت مع خديجه، وها قالت لي راها كتمشي كتخدم في الفريزه في اسبانيا، وراه قالت لي داكشي راه مزيان والخدمه مزيانه، الا عطيتيني الموافقه وبغيتي راني غادي نمشي حتى انا نخدم في اسبانيا. قال لي الا كانت شي خدمه، يعني ابراهيم تدعاق بتماره. الايام والعوام دازت، ولا بقات العام مع ديك اللقمه د العيش يجيبها، تفكر حتى بشي حاجه نهائيا. قال علاش لا، الا عاونتني مراتي في على الزمان ما فيها باس. قال لي الا كانت شي خدمه يعني موقره وكانت خدمه مزيانه، كتمشيو كتخدموا بكتافكم وكترجعوا لديوركم، راه مزيان. قالت لي هادشي اللي كاين. قال لها وسوليها اشنو هما اللي خاصك ديري، وشنو هما شنو خاصك الوثائق اللي تجمعي وشنو. عقبات تلاقات معاها، قالت لها غادي تجمعي شي وراق وتمشي تصوبي الباسبور، وغادي تسناي حتى النهار يعلمونا. نهار غادي يكونوا يعيطوا غادي نديك معايا وغادي تدفعي، وديك الساعه لا قبلوك راك غادي تمشي معايا. داكشي اللي دارت حليمه نيت، مشات جمعات الوراق صوبات الباسبور، بقات كتسنى فيها حتى عيطوا عليهم. ملي وصلت التيمبورادا مشات هي دفعات. ملي شافوها عندها 3 د الوليدات وعندها الراجل يعني عندها الضمانات، عيطوا عليها. ملي عيطوا عليها قدت داك الامور ديالها كلهم، وجات هي وخديجه لاسبانيا. جاو لهنا لاسبانيا، بداو كيخدموا. حليمه بنت العروبيه ما غاديش تعقها خدمه الفريزه، كتخدم النيس، كتخدم بالمزيان. بقات نهار على خو نهار على خوه. الشهر الاول تخلصات، شدت الخلصه مشات مع البنات وراهم ملي كتصيفطوا الفلوس، صيفطات حتى هي الفلوس، صيفطات لراجلها ووليداتها داكشي اللي قسم الله. يعني ولات كتشوف الحياه انها كتبدل، انها غادا مزيان. بقاو خدامين. داز هذيك 3 شهور ديال الخدمه، طالعين في الرابع انهم قرابين يساليو. فاش كانوا كيخدموا تما تعرفات على واحد البنت. هذيك البنت سميتها سهام. هي كاينه في اسبانيا، يعني تعيش في اسبانيا، وكتخدم معاهم غير التيمبورادا تما. ومن بعد فاش تسالي التيمبورادا ديال الفريزه كترجع لواحد الدار كارياها وكتمشي كتدبر على خدمه اخرى. تعرفت عليها، قالت لي هذيك سهام علاش حليمه بغيتي ترجعي للمغرب؟ قعدي هنا في اسبانيا احسن ليك، وتخدمي وتبقاي خدامه ديما، وتصيفطي لوليداتك الفلوس وراجلك الفلوس، وتكملي 3 سنين غادي تدبري على كونطراتو، وغادي تدفعي وتشدي الوريقات ديالك، وديك الساعه يمكن لك انك تجيبي راجلك وتجيبي وليداتك. حليمه كتصنت لهاديك سهام، وبحال عجبات هذيك الهضره. المهم مشات ليها مع الدماغ. من بعد صونات على راجلها وطرحات عليه الموضوع، قالت ليه يمكن انا ما حاجه واش غادي نرجع،
الا كان حسن انني نبقى هنا ونبقى خدامه ونبقى نصيفط لكم الفلوس، ومن بعد ما تكمل 3 سنين غادي نصاوب الوراق ديالي وكانوا غادي نصاوب لكم حتى نتوما ونجيبكم لهنا. هنا الحياه حسن لينا من تما. قال ليها ولا كان بحال هكا وغير 3 سنين يعني ماشي مشكل، الا كان يعني انك تقدري انك تخدمي. ابراهيم قالت له تماره هو باغي عليه يهز معاه الحمل وباغي عليه يعاونو في دوك الولاد، حقاش تقهر مع الخدمه ديال الايام والسنين. لا حول ولا قوه الا بالله. هذاك الشيء نيت اللي دارت حليمه. صافي بقات من اللي صافي قربوا يكملوا قالت ليها خديجه اللي جات معاها من المغرب يلا حليمه باش نجمعوا حوايجنا باش نمشيو. قالت لها اختي انا راه ما غاديش نمشي، انا راه غادي نمشي مع سهام لدارها. قالت لها شنو هادشي كتقولي؟ ما يمكنش. قالت لها انا جدتك وعدوزتك يعني مناتني عليك وراجلك، وكيفاش غادي نقول ليهم فاش غادي نرجع للمغرب؟ قالت لها شوفي لا من هاد الناحيه غير تهناي، انا هضرت مع راجلي وقال لي بلا راه موافق وما كاين حتى شي مشكل. قالت لها انت دويتي معاه؟ قالت له ولا انت دويتي مع راجلك؟ انا ما نزيدك اختي غير الله يعاونك والله يسر ليك. خديجه هزات الماليطه ديالها ومشات رجعت للمغرب، وحليمه مشات مع سهام للدار اللي هي شاده كاريه. واحد الدار جات في واحد البويبلو حدا البحر. بويبلو بحال كتقولي الدوار، بحال الدوار ماشي مدينه كبيره، المهم صغير. ساكنه تمايا. المهم بقات هي وياها. هذيك سهام ملي كتكمل لها التيمبورادا ديال الفريزه كتمشي كتخدم في الريستورانتي. الريستورانتي هو المطعم يعني فين كياكلوا الناس. كتبغي تخدم هي سربايات. هي قديمه في اسبانيا وكتعرف اللغه وكتعرف هادشي، يعني كتخدم سربايه كتفرق على الناس الطلبات ديالهم. بقات مع حليمه هكاك شويه تقول لها حليمه كون عشتي ليا انا نخدم معاك. هضرات مع الخيفي ديالها ودخل حليمه كتغسل الماعن في هذيك الريستورانتي. يعني ولات حليمه خدامه وغاديه مع الوقت. هي هذيك بشويه 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 من بعد تيلحق السبت والحد وهي تقول لها سهام يلا نمشيو انا وياك للبحر. حليمه عمرها ما مشات للبحر سوى انها شافته فاش كانت جايه في الباطو من المغرب لاسبانيا، اما باش تقيسو ولا تشوف فيه الناس ولا تشوف كيفاش الجو ديال البحر عمرها ما مشات ليه. قالت لها فين واش قريب هنا؟ قالت له غير حدانا يلا نمشيو ليه ندوزو النهار تما. لحقات كتلقى عالم اخر، كتلقى الناس عريانه كلشي جالس عادي. جا هذاك الشيء كله غريب، واخا جاها غريب بحال عجبها الجو. بقات معاها. سهام مشات دخلت تعوم. قالت لها يلاه تعومي؟ قالت لها لا انا ما غاديش نعوم. شوفي الناس كتشوف فينا بحال كانت فيها باقا ديك الحشمه. من بعد بقات هكاك السيمانه الاخرى كدوا المثال ولات كتدخل تعوم معاها، ولات هي تتلبس الحوايج قصار، ولات تتلبس العصري، ولات حليمه وحده اخرى. ما بقاتش حليمه بنت الدوار. المهم بقات هكاك يلا يلا شويه ولات تقول يلا نمشيو للبار نشربوا قهوه. قلت لها شنو هو البار؟ قالت لها البار بحال القهوه، حيت هنا في اسبانيا عندهم البار بحال القهوه ولكن فيه قهوه فيه بيره فيه سربيسه فيه الشراب فيه كل شيء. كتمشي هي وياها كتبقى تشوف الصبليون جالسين مشادين السربيسه وكتجلس هي وياها كيشدوا يشربوا ديك القهوه. كيعجب هذاك الشيء جاها جديد ما عرفاش فين غادي يديها وكيعجبها. المهم بقات هكاك حتى لواحد الليله ديال السبت قالت لها لا ما غاديش نبقاو حنا ديما نشربوا قهوه. قالت لها عرفتي فين غنمشيو اليوم؟ قالت لها فين غنمشيو؟ قالت لها غنمشيو للديسكوتيكا. قالت لها شنو هي الديسكوتيكا؟ قالت لها هذه واحد البلاصه دايره غير بحال العرس، غير هو بلا عراضه اللي جا كيدخل فيها الموسيقى بزاف وكيشطحوا فيها الناس وكيرقصوا وكنشربوا شي حاجه وغادي نجيو. قالت لي ولا كان غير بحال هكا ماشي مشكل. مشات هي وياها دخلات كتلقى الصبليون تما والصبليونيات كيشطحوا عايشين حياتهم هما كيف كيسميوها هما الشراب السربيسه كل شيء موجود. بقات غير كتشوف تبهضات في هذاك الشيء. سهام موالفه كتجي لهادوك البلايص. سهام ما عندهاش مشكل في هذاك الشيء حيت هي اصلا ولفات. من بعد شدات سهام واحد السربيسه كتشربها. قالت لها واش نشد لك سربيسه؟ قالت لها لا انا بغيت غير مناضه. قالت لها راه زوينه غير دوقيها تشوفي. قالت لها لا بغيت غير مناضه. دازت ديك المره الاولى هكاك مشاو رجعوا للدار.
من بعد السيمانه الاخرى جات بقات عليها، قالت لها غير دوقي هاد السربيسه راه زوينه، راه حتى هي بحال هذيك المناضه، ما كاينش فرق. شداتها حليمه بدات كتشرب السربيسه، هي ولات كتشرب. من بعد ما شربات ولات كتشط حتى هي مع الصبليون. صافي دخلات في واحد الدوامه اللي ما عرفاش هي كيفاش غادي دير تخرج منها. بقات هكاك، ولاو كل سبت كتمشي لتم، هي وسهام كيمشيو بالجات، حتى تعرفت على واحد الصبليوني تما. تعرفت عليه، ولات كتخرج معاه، ولات تمشي معاه لدارو. نسات شي حاجه سميتها ابراهيم، ونسات الولاد، ونسات كل شيء. خلات كل شيء موراها وتبعات ديك الشهوه ديالها، ومشات غاديه هكاك. بقات هكاك نهار على نهار، نهار على نهار، حتى لواحد النهار وهي تهز باليزتها وهي تمشي لعندو لدارو. اما ابراهيم ووليداتها مبقاش تصيفط لهم حتى شي حاجه. هزت حوايجها ومشات لعندو لدارو، سكنت معاه. من بعد ما سكنت معاه بقات معاه مده، واحد شويه هي تمرض. ملي مرضت داه دوز ليها، كيلقى حليمه حامله، حملت منه. حليمه عاد غادي تفيق من داكشي اللي كانت كدير، وعاد غادي تعرف بان داكشي اللي دارت كله خلط في غلط. ما عرفتش اش غادي دير، ما عرفتش اش تسبق ولا اش توخر. من بعد بقات هكا، قالت لي شوف انا حامله دابا ما غاديش نخرج، غادي نبقى حتى نولد هنايا. بقات في الدار ما كتخرجش نهائيا، حتى ولدات البنيه، ولدات واحد البنيه. ملي ولدات بقات شي 4 شهور هكا، كيبغي يخرج هذاك الصبليون اللي معشكينه سميتو خافير، كيبغي يخرجها كتقول ليه لا انا ما نخرجش، صافي ما تلاش قادره تخرج، ما تلاش قادره تواجه. ولا هو ويا كيداحسوا على هذه القضيه هذه، تقول ليه علاش خصك تخرجي معايا وخصك. واحد النهار خرجت معاه، كيبانوا ليها شي مغربيه دايزين، كون صابت الارض تشق وتبلعها. صافي من تما رجعت للدار، ديك البنيه تكون عندها شي 4 شهور. هي تهز حويجه وهي تهرب، مشات خلات ليه البنيه ومشات. خفير هو وهذيك البنيه ما عارفه شنو يطرا، بقى يتسنى اليوم تجي غدا تجي، تيسول عليها الناس تما ما خلا ما سول. تقولي الارض شقت وبلعاتها. حليمه هربات، صافي مشات قالت صافي غادي نمشي وغادي نتفك من هادشي كامل. مهم بقات هكاك، بقى هو كيسول فيها، بقى مربي ديك البنيه. يلا نهار على نهار، وابراهيم تا هو تيدار مع دوك الوليدات في المغرب، وحليمه ضاعت بها الدنيا ومشات غاديه هكاك. واحد النهار داز شي عامين، ناض هذاك خفير سول واحد البنت، بقى تيسول فيها، قالت ليه لا ربما مغربيه، لا ربما تقدر تكون خرجات وهي ما عندهاش الوراق، شدوها البوليس راه يقدروا يردوها لبلادها. قال لها يمكن هذه القضيه؟ قالت لي يمكن لانها توقع، ما عندهاش الوراق قدر انهم يشدوها ويردوها لبلادها، ما تقدرش انها ترجع. قال لها لا كان غير بحال هكا انا غادي نمشي لعندها حتى البلاصه فين هي كاينه، وغادي نتزوج بها ونصاوب ليها الوراق ديالها ونجيبها ندخلها لهنايا لاسبانيا قانونيا. كان هو شاد لها كاع المعلومات ديالها وديال الباسبور ديالها والديريكسيون، كون كلشي عنده. مشى صاوب بنيتو الباسبور وصاوب راسو وقطع مشى للمغرب. مشى للمغرب كيسول على حليمه، بقى هكاك غادي كيسول على داك العنوان حتى لحق المدينه ديال حليمه. من بعد ما لحق المدينه سول تمايا، وراوه الدوار فين كاين، مشى عند المقدم ومعاه المترجم ديالو. لحق عند المقدم، بدا هذاك المترجم كيشرح ليه اشنو بغى داك السيد خافير. قال لي هاد السيد كيسول على واحد السيده سميتها حليمه. قال له حليمه كنعرفها. قال لي وها فين كتسكن وها فين كتسكن؟ قال لي كنعرفها. قال لي المقدم ولاش بغى هاد السيده حليمه؟ قال لي هاد السيده حليمه راه كان النوبيه ديالو في اسبانيا بحال خطيبته، وراه ولدت مع هاد البنيه. من بعد ما تلاش عرفه فين مشات. قال لي اش كتقول؟ المقدم يبست عليه الجلده، قال لي انت شنو كتقول؟ واش عارفين شنو كتقولوا ولا لا؟ حليمه راه مزوجه وعندها 3 ديال الولاد. قال لي كيفاش؟ قال لي هادشي اللي كاين. قال لي قول ليه بان حليمه راه مزوجه وعندها 3 ديال الولاد، وإلا بقى حتى مشى ولحق للدار ديال الزوج ديالها راه غادي طيح شي قتيله تما. هذاك الشيء اللي قال ليه المترجم النيت. قال لي حليمه راه عندها 3 ديال الولاد وراه مزوجه
وإلا بقيتي تمشيتي راه راجلها يقدر يدير فيك شي حاجة. السبليوني رجع في حالاتو، خاف على راسو، خاف على بنتو، رجع لبلادو. من بعد المقدم مشى عند ابراهيم، قال لي راه عندي لك واحد الخبر على مراتك اللي غابت شحال هذا وهي ما كتصلش بك. قال له شنو واقع؟ قال لي راه جا واحد القاوري، راه جا لهنا وكيسول على مراتك، وقال بانه الخطيبه ديالو وراه والد معاها بنيه. ابراهيم مسكين ما عرف باش تبلا، واش هذه غير حليمه بنت الدوار الدريويشه خرج منها كاع هادشي؟ قال لي هادشي اللي وقع وانا تنقول علاش غبرت تكون راه وقع لها شي حاجه. قال لي ولا بغيتي تمشي دروك ترفعي بها دعوه ديال الطلاق انا نشهد لك بهذا الشيء. هذاك الشيء اللي دار ابراهيم النيت، مشى دار طلاق ليها، ومشى شهد ليه المقدم بانها خانت ومشات تزوجات بواحد اخر ولدت معاه بنيه، وجا كان كيسول عليها وطلق ابراهيم. اما بالنسبه لحليمه تلفات بها الايام ودارت بها الدنيا، وعمزت في الشراب ديالها وعمزت في القارو ديالها وتبلات مسكينه. والسيده اللي كتعاود عليها قالت لك لحد الان باقا مبليه وهكا تكلفت. حليمه اللي جات من واحد البيئه ودخلت على واحد البيئه اخرى جديده عليها وداتها مع هذيك الجديده. نتمنى ان هذه القصه تكون للعبره اكثر ما تكون للفرجه، لان هذه السيده حليمه يعني كتعطينا بزاف ديال المعاني. اللي مشى حتى لشي بلاصه وخدم يخدم بالصفا والنيه ويصفي نيته ويمشي مع طريقه، يعني راه حتى حاجه ما غادي تقيسو. اما الطريق الهويه ديما كتبقى طريق هويه، ما عمرها ما غادي تبدل فيها شي حاجه. وهذه هي النهايه ديال القصه ديالنا، وشكرا لكم ونتمنى انها تعجبكم، ونتمنى انكم بارطاجيو هذا الفيديو وديروا لي لايك. وشكرا لكم بزاف، والى فيديو مقبل ان شاء الله.